الميلان مستمر في سلسلة اللا مكسب بعد خسارته امبارح من ساسولو 5-2. وكده آخر 6 ماتشات للميلان خسر 4 وتعادل 2. والأول مرة في التاريخ أصلا إن هو في ماتشين على التوالي يعني يشيل 4 أجوان على الأقل. والليفر في آخر 9 ماتشات خسران 5 و2 منهم من نفس الفريق اللي هو برايتون، مرة 3-0 في الدوري الإنجليزي، وامبارح كانت المرة التانية لما خسر منهم 2-1 في الاف اي كاب. وهل هي النهاية بالنسبة ليورجن كلوب ولا لأ؟ وجنون ديربي الشمس بين نابولي وروما، ونابولي بيطير في الصدارة بعد ما كان الفرق بينه وبين الانتر 10 نقط بقى 13 نقطة. واحتفال جوزيه مورينيو بعيد ميلاده ال60، بس الحفلة امبارح كانت عليه. كل ده بالتفصيل. هات كده حاجة تاكلها وتشربها عشان هيبقى فيديو طويل شوية وممتع في نفس الوقت. فمن غير حرق كتير يلا نبدأ. Bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start format it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start format it. نبتدي بماتش الميلان وساسولو. يعني الميلان بصراحة بيمر بفترة يعني لا يعلم بها ربنا. بجد آخر النتائج ليه يعني ما تحسكش ان الفريق ده اصلا خد الدوري السنة اللي فاتت. يعني حرفيا محتاج يغير كل المراكز، اذا كان الدفاع او الهجوم او حتى خط الوسط. حتى تونالي اللي كان يعني عنصر اساسي جدا في الميلان وكان من احسن اللعيبه في الفرقه برضو، في ماتش امبارح كان بيطلع باصات كتير غلط. وميلان في ماتش امبارح كان بيلعب اكتر على الاطراف، بعد كده يلعب عرضيات عشان جيرو متميز جدا في الهدات. حتى الجون اصلا اللي جيرو جابه كان يعني عن طريق الهيد. بس المشكله ان جيرو بس هو المتميز في الحته دي. يعني مثلا كانت في الدقيقه تقريبا ال 33 كانت الكره ملعوبه من الشمال للعمق جوه ال 18، وريبيتش معرفش يتعامل خالص. دي تعتبر ازمه اصلا بالنسبه للميلان، عشان لازم يبقى عندك كذا حل في الهجوم. يعني ما تبقاش معتمد على جيرو بس. والمفروض ان ريبيتش كان في الماتش ده ينزل وينج شمال عشان الميلان لعب تشكيل 4-2-3-1. بس يعني انا الصراحه يعني وانا بتفرج ما حسيتش ان هو وينج شمال خالص. يعني ما عرفتش الصراحه هو مركز ايه. يعني هو كان شويه في الهجوم شويه في الدفاع، في كل حته في الهجوم في كل حته في الدفاع. يعني حتى ما كانش مهاجم وهمي، هو كان لعيب وهمي عامه. واضح جدا ان ديونيزي مدرب ساسولو كان عايز يخلص الماتش بدري بدري. حتى هو اصلا يعني بدأ ضاغط جدا، وعرف يجيب جون في الدقيقه 19، بعدها على طول في الدقيقه 21. بس الميلان بعد الجون الثاني يعني حاول يفوق الضغط شويه، وبالفعل جاب جون في الدقيقه 24. وعامه يعني اول نص ساعه في الماتش كانت يعني ممتعه بشكل مش طبيعي. يعني جونين من ساسولو وجون من الميلان، يعني فكان ماتش حلو في الاول. وبصراحه اكتر حاجه الميلان المفروض يطورها هو الجانب الدفاعي، عشان الخمس اجوان بتوع ساسولو يعني هو كان واحد اصلا منهم ضربه جزاء، والاربعه التانيين كانوا غلطات دفاع. يعني اصلا الجون الاول جه كان 3-5، وفروتيسي كان واحد من الثلاثه بتوع ساسونا وهو اصلا ما لمسش الكوره، فكان تعتبر اصلا 2-5 عشان يعني ما كانش ليه اي ادوار هجوميه. وبراردي لعبها ليفريل وحطها وتبقى النتيجه 1-0 لساسولو. وطبعا في ناس ممكن تقول ان هو ما كانش غلط الدفاع عشان ده اصلا كان جون موظفين. فالجون الثاني براردي لعب كوره لفراتزي، كان قدامه 4 من دفاع الميلان حرفيا بلمسه عدى منهم هم الاربعه، وحطها في الزاويه اللي كان واقف فيها تاتارو سانو، وتبقى النتيجه 2-0 لساسولو. وده يبين ان الميلان عايز يطور الدفاع والحارس كمان. والجون الثالث كان من ضربه ركنيه، وحرفيا ال 11 لاعب بتوع الميلان كانوا جوه ال 18 وبرضه اتلعبت، وبيراردي حطها بدماغه ومحدش من ال 11 عارف يتعامل معاه ويحط الجون الثالث. الجون الرابع مش هتكلم عليه عشان زي ما قلت ان هو اصلا جه ضربه جزاء. والخامس بقى لساسولو يعني مستمرين في الغلطات الدفاعيه. بيراردي ناحيه اليمين لاعب لماتيوس هيرنيك اللي لسه نازل من 9 دقايق بالظبط، وحط جون وكان قدامه 5 من الميلان، بس كالعاده محدش منهم عارف يتفاعل معاه وجاب جون خامس. وعشان ادي لكل واحد حقه، فبصراحه الجون التاني بتاع الميلان بيجي بصراحه فاجئ الكل. يعني انا اصلا يعني وانا بتفرج كنت متوقع ان هو ممكن يلعب اوفر مثلا او يلعب على الارض او حاجه. شاط كوره روعه جدا بصراحه، ويخلص الماتش بنتيجه 5-2 لساسولو. بس برضه خلينا متفقين ان الميلان عندهم اصابات كتير، زي مثلا يعني ابرز الناس اصلا في الهجوم هما ابراهيموفيتش ورافائيل لياو. وبصراحه ثيو هرنانديز بيقدم اسوأ نسخه ليه في تاريخه بصراحه مع ميلان. وكده نبقى خلصنا من ماتش ميلان وساسولو. بالنسبه بقى لماتش ليفر وبرايتون في كاس الامارات، يعني هو بصراحه الماتش كان في اول ربع ساعه كان كويس جدا، بس اللي لفت نظري قوي عند برايتون هو ميتوما. يعني اللعيب ده يا جدعان حرفيا فيه كل مميزات الهجوم.
سريع وبيعرف يعمل دريبل وبيعرف يرقص، يعني اي حاجه انت نفسك فيها في مهاجم هتلاقيها في ميتوما. وصعب على اي مدافع ان هو يقطع كرة منه، عشان زي ما قلت ان هو عنده دريبل ممتاز. واحسن حاجه برده فيه ان هو بيعرف يتعامل في اي حاجه. يعني مثلا ظهرت قوي في الشوط الثاني، راح ناحيه الشمال وحرفيا لعب بارنولد ودخل العمق، بس لما شوط اتصدت عشان كانت الزاويه ضيقه شويه، ورجعت لجروس بس شاط كرة بعيده جدا. وانا متاكد ان ميتوما يعني في السنين اللي جايه يعني اكيد هيبقى في نادي كبير، خصوصا ان هو اصلا يعني سنه صغير، يعني سنه مش كبير، 25 سنه تقريبا، فيعني لسه قدامه مشوار كبير. وبرده كانت مشكله في برايتون ان هم كانوا بيضيعوا كتير قوي قوي قوي. يعني اخطر كره لبرايتون كانت في الشوط الاول، مارش ناحيه اليمين لعب بالعرض وفيرجسون شوت كرة حلوه جدا، بس ارنولد شوت من على خط المرمى، وده بصراحه احسن انقاذ لارنولد من ساعه ما جه الليفر. بس برضو ارنولد لسه عنده غلطات دفاعيه كتير. اكتر حاجه لفتت نظري يعني هو اصلا ارنولد باك يمين، فالمفروض ان اي كرة ناحيه اليمين المفروض يبقى هو اللي موجود، بس بيبقى فيه كور مثلا لما هو بيبقى جوه ال 18 ومهاجم رايح على الطرف، المشكله ان هو بيسيبها وبيخلي مدافع تاني هو اللي يخش عليه، وبيستنى المهاجم ده لما يخش ناحيه ال 18 بيبتدي هو يتعامل. بس طبعا الطريقه دي مش بتنفع في كل الاوقات، وعشان كده الليفر بيخش فيها اجوان كتير في الفتره الاخيره. فهو بس يعني اللي ناقصه يعني حته المسؤوليه بس شويه. برضه اللي اتعمل ماتش كبير جدا، بس برضه كان بيضيع كتير. يعني في كرة وصلت لجوه ال 18 من جاكبو، بس لامتي اللي هو باك اليمين بتاع برايتون عمل تاكلينج ممتاز جدا وصح جدا. يعني دخل على الكوره بس اللي وقع على دماغه، بس بعدها قام وكمل عادي. برضه برايتون كانت بتلعب اكتر على الاطراف والعرضيات، وحتى اصلا الجوان اللي جه كان من ركنيه واتلعبت قصيره، بس بعد كده اتلعبت عاليه جوه ال 18 وارنولد طلعها بدماغه، ولامتي حط كوره قويه جدا بس خبطت في دانك وغيرت اتجاهها ودخلت الجون، وتبقى النتيجه 1-1. وبرده دانك عمل ماتش كبير جدا، يعني شال كوره خطيره جدا من ميلنر في الشوط الثاني ناحيه اليمين. ميلنر لعب عرضيه لصلاح كان جوه ال 18 بس حط دماغه وطلع الكوره في الاخر. وفي كوره تانية كان جاكبو رايح لوحده حرفيا، فاضطر ان هو يعمل معاه فاول تكتيكي واخد انذار. بس بصراحه اي مدافع في الكوره دي كان هيعمل نفس اللي دانك عمله، يعني عشان مش طبيعي خالص ان حد يبقى رايح كده على الجون لوحده. يعني في الطبيعي ان انت تدخل عليه حتى لو هتاخد طرد. ومدربين عامه في كاس الامارات يعني بينزلوا مثلا بالبدله او مثلا بيجربوا صفقات جديده، بس انا لحد دلوقتي مقتنع ان كوناتي ما يقعدش دكه خالص، وبالنسبه لي احسن مدافع في الليفر عشان حرفيا هتلاقيه في اي حته في الدفاع. يعني برضو بانت كان في كده هجمه فيركسون كان جوه ال 18 وشاط وهو جوه ال 18، بس كوناتي عمل تاكلينج في توقيت ممتاز جدا وطلعها بره. وبرضو هو لعيب ذكي عشان كان في كده انفراد ماك أليستر، بس هو يعني لو اي مدافع تاني كان ممكن يتدخل بطريقه يعني عنيفه شويه وممكن ياخد انذار وكمان يطرد، بس هو شغل دماغه وعمل عليه تدخل قانوني جدا وحتى ما تحسبش عليه فاول. بس ماك أليستر خرج للعلاج بس بعد كده نزل عادي. وفابينيو بصراحه لما نزل ما كانش ليه ولا ادوار هجوميه ولا دفاعيه، واصلا اول ما نزل عمل تدخل عنيف شويه على فيرجسون وخد انذار ساعتها، وبعد كده فيرجسون خرج عشان يتصاب ونزل مكانه انديف. بعدها روبرتسون بصراحه يعني عمل تدخل غبي قوي على ماك أليستر. يعني هو ماك أليستر وفيرجسون يعني بصراحه يعني يتهانوا الماتش ده، وخد انذار واتحسن فاول في مكان حلو قوي لبرايتون. اتلعب عادي ناحيه الشمال وستوبينان رفعها تاني ناحيه اليمين، وميتوما استلم على صدره وبعدها عمل سكيل خرافيه ضحك بيها على الدفاع كله تقريبا وحطها لاليسون. تبقى النتيجه 2-1 لبرايتون. وملحوظه الجون ده كان في دقيقه 92 ويخلص الماتش فوز برايتون على ليفربول 2-1. وبصراحه مش عارف اداره الليفر يعني مستحمله كلوب على ايه. اخر النتائج كانت سيئه جدا وده اوحش موسم ليه مع الليفر. انا بصراحه مش عارف يعني الاداره بتفكر ازاي او بتفكر في ايه، او مثلا لو لقوا ليه بديل ممكن يجيبوه ولا لا. بس انا بصراحه يعني رايي ان هو يمشي. يعني قعد 7 سنين مع النادي وعمل انجازات كويسه جدا، واهمهم ان هو كسب الدوري ودوري ابطال اوروبا وكاس العالم للانديه مع الليفر في 2019. وبكده نبقى خلصنا ماتش الليفر وبرايتون. نرجع بقى لايطاليا مره ثانيه. يعني متعه ديربي الشمس بين نابولي وروما اللي خلص 2-1 لنابولي. يعني الماتش ده كان فيه متعه واثاره وجمال ولعب كره نظيف. يعني انا بصراحه اصلا لما كنت بتفرج يعني حسيت ان هو هيبقى ماتش عادي اللي هو اصلا دوري ايطالي. الموسم اللي فات اصلا كان على اليوتيوب يعني انهار خالص. فكنت يعني كان هيبقى ماتش يعني عادي، بس يعني كان برضو اسمه اللي هو ماتش ديربي في اليوم ده. فحسيت ولو للحظه ان انا يعني مضطر اتفرج على الماتش ده اساسا. بس كان بجد من امتع الماتشات اللي شفتها في حياتي، واكيد كان احسن من كل ماتشات اتلتيكو مدريد، واكيد كلكم عارفين ليه.
نرجع بقى لموضوعنا. يعني بصراحة نابولي بيطير في الصدارة بعد ما كان الفرق بين الانتر اللي هو المركز الثاني كان 10 نقط، بقى بعد الماتش ده 13 نقطة. وعامة في حاجة خدت بالي منها في لعيبة نابولي، ان هو بينهم كيمستري مش طبيعية. يعني بجد صعب جدا ان انت تلاقي فريق فاهم بعضه يعني في كل خطوط. يعني هتلاقي الهجوم عامل كيمستري مع الدفاع، والدفاع عامل كيمستري مع خط الوسط، وخط الوسط عامل كيمستري مع الجون. حرفيا كله يعني عامل كيمستري مع بعضه. وعامة دي حاجة ممتازة علشان بتفيد جدا مثلا في كور ال1 2، او مثلا واحد بص كور للتاني بعد كده اتحرك من وراه، واللاعب اللي استلم عارف ان هو هيتحرك من وراه فلعبها اصلا من قبل ما يشوفه. طبعا دي بتلبخ المدافعين جدا. واللي يثبت صح كلامي ان في الجون الاول اصلا نابولي زيلينسكي عمل فينت جامد، بعد كده لاعب لكرافاتسخيليا، وانا عامه هقول بعد كده كفار بس عشان يعني اسم تقيل قوي بصراحه، وعمل 1 2 بينه وبين روي واتحرك في مساحه كويسه جدا. بعدها لعب بالعرض جوه ال 18 لاوسيمين واستلم ولم وحط كره صاروخ لباتريسيو، تبقى النتيجه 1-0 لنابولي. ونابولي فضل ضغط على روما يعني شبه يعني الشوط الاولاني كله. يعني مثلا حتى لما روما كانت بتروح بهجمات ما كانش بتبقى خطيره قوي اللي هو تقلق منها، عشان اصلا نابولي مش ناقصها حاجه حرفيا، اذا كان هجوم او دفاع او حارس او حتى مدرب ذكي جدا زي سباليتي. وعامه اول نص ساعه في الماتش كان الاستحواذ فيها 62% نابولي 38% بس لروما. ويا جدعان اوسيمين راجل 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 راجل، يعني بجد انا لو قلت راجل لبكره مش هخلص. بجد اللعيب عنده لياقه بدنيه عاليه جدا، ولعيب سريع ومهاري، واصلا عشان الكوره تتاخد منه لازم يبقى عليه 2 أو 3. وحتى كده كان في كوره سمولينج حاول يحجز عليه من على خط التماس، برضو اتصرف وخدها من قدامه وكان هيعمل هجمه لفريق نابولي بس بعد كده ضاعت. وده اللي خلى دفاع روما يعني طول الماتش تقريبا كان اصلا متوتر. وبرضه اوسيمين يعني عنده حب كبير قوي من الجماهير. يعني مثلا في اخر الشوط الاول سمولينج داس على ايده والطاقم الطبي نزل، واصلا اول ما الطاقم الطبي نزل الجماهير كان صوتها عالي قوي، واللي هو يعني ما تطلعش احنا محتاجين لك. واصلا هو في الموسم ده ساهم في 11 جون، جاب 7 اجوان وعمل 4 اسيستات، بس عامه قام في الاخر وما حصلوش حاجه. وبرده خدت بالي ان اوسيمين يعني اكتر لعيب بيتعمل عليه فاولات اصلا من دفاع روما، واكيد اكيد اكيد مورينيو محذر لعيبته من خطورته، وخصوصا ان هو اصلا بيلعب يعني حرفيا باي طريقه. يعني مثلا في الهدات بيلعب كويس جدا، ولو مثلا كوره ملعوبه على الطاير او كوره على الارض يعني بيعرف يتصرف في اي حاله، وده اللي بيصعب على المدافعين ان هم يقطعوا الكوره منه. بس برضه عشان ادي كل واحد حقه، جاي في اخر الشوط الاول شات الكوره غلط وخبطت في واحد من روما، بعد كده وصلت لديبالا، بعدها لعب ناحيه اليمين لبرينجريني ولعب العرض وحطها سبينازولا حلوه جدا، بس ميرلت شالها بطريقه ولا اروع. وفي الشوط الثاني روما بدا ضاغط جدا ونابولي كانت متراجعه، وكان كده في هجمه لروما ديبالا لاعب لابراهام اللي كان بيتحرك من ورا بطريقه ولا اروع بصراحه، بس جاي عمل تاكلينج خيالي وطلعها بره. واستمر الضغط من روما، واول ربع ساعه اصلا في الشوط الثاني كان في هجمه واحده بس لنابولي يعني حتى ما كانتش خطيره، بس حتى في هجمات روما كان الدفاع متماسك كويس جدا، وده بيرجع للكيمستري اللي بينهم يعني خاصه في الدفاع. يعني دي اكتر حاجه بتبان علشان لما بيبقوا قاريين بعض، يعني مثلا واحد جاي من ناحيه اليمين ف يعني كل واحد عارف التاني بيتحرك امتى وفين، وطبعا ده كله في مصلحه الفريق. وفي الشوط الثاني كانت نابولي بتلعب اكتر على المرتدات، بس روما كانت بتلعب على الاطراف. والشعراوي لما نزل كان ليه تاثير كبير جدا هجوميا، وحط جون جامد قوي. زيلينسكي يحاول اللعب من اليمين للشمال، والشعراوي حطها وان تاتش من ورا مدافعين، بس برضه عشان ادي كل واحد حقه. الشعراوي يعني كان عنده يعني مشكله شويه في البساط، يعني كان في كوره لروما ناحيه الشمال برضه ديبالا كان متحرك كويس جدا، بس شعراوي بصها وراه شويه فالكوره ضاعت. وابراهام في اخر تلت ساعه في الماتش اتصاب ونزل بلوتي، بس كان تبديل اضطراري. ولاعيبه نابولي بصراحه كان ما عندهاش دم في الماتش ده، يعني مثلا لما كان اي حد من روما يقع بيكملوا لعب عادي، ولما الكوره توصل للاعب من روما او تطلع بره خالص ساعتها بقى الطاقم الطبي ينزل. والمس لما نزل يعني حرفيا اتلعب بلعيبه روما عدى من 4 تقريبا، بس بعد كده حد منهم دخل عليه وخد فاول وخرج اوسيمين ونزل راسبادوري. حتى لما خرج فضل يشجع في لعيبه نابولي من على الخط، وكان ليه دور هجومي في الملعب وبره الملعب. وفي اخر 10 دقايق في الماتش نابولي رجعت تاني تمسك كوره، وروما اللي بقت بتلعب على المرتدات، والضغط اللي فعلا جاب نتيجه. زينيلسكي لعب جوفاني سيميوني وحطها في ال90 ويرد الروح تاني لجمهور نابولي، وفرحه سباليتي وجنون فارس عوض يا رب. وفي الدقيقه ال 92 بالظبط يعني كان في حرفيا حرب ناحيه الشمال بالنسبه لنابولي.
كان كل ما واحد مثلا بيروح بالكوره يروح مدافع روما قاطعها، بعد كده لعيبه نابولي بيقطعوها تاني وهكذا، وكانت حرفيا متعه. واخر ركنيه في الماتش كانت في دقيقه 96، وكان ال 11 لاعب بتوع روما بما فيهم الحارس كانوا جوه ال 18، وفضل اللعب حوالين ال 18 بتاعت نابولي كتير، واللعيبه والمدرب والجهاز الفني بتاع نابولي كانوا بيطالبوا الحكم ان هو يصفر، بس طبعا ده كان ما ينفعش علشان كان في لسه خطوره والكره في الاخر. بس اللي عجبني رجوله يعني ال 22 لاعب اللي كانوا في الملعب. بجد بقى صعب شويه ان انت تلاقي دلوقتي يعني فريق كامل بيلعب برجوله، وانا واثق ان نابولي هيعمل شغل كبير جدا 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 في دوري ابطال الموسم ده. وان شاء الله فيديو توقعه دور 16 من دوري ابطال اوروبا هينزل قريب. وده كان فيديو النهارده، يعني عايز بس رايكم في اللي انا عملته النهارده، ان انا الخص مثلا جوله كامله، او ان انا الخص يوم كامل في فيديو واحد يعني. فبرضه قولوا لي في الكومنتات، ولو الفيديو عجبك يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل اللي هنزله جديد. وبس كده.